جمعة مباركة عليكم. دايما احساس جمهور النادي الاهلي بيطلع صح، قلبهم بيحس بكل حاجة، قلبهم على النادي بتاعهم، عاوزينه يبقى اعظم نادي في الكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب انصر اخواننا في غزة واشف مرضاهم يا رب العالمين، وانصرهم على اعدائنا اللهم امين يا رب العالمين، واحفظ مصر واجعلها امنا امانا اللهم امين يا رب العالمين. والنهارده هنتكلم مع بعض في اكتر ملفين مهمين. الملف الاول مباراة الاهلي وبيراميدز، والملف الثاني ارض 6 اكتوبر اللي خلاص بقت على الابواب لرجوعها لنادي الزمالك. نبدأ مع بعض في مباراة الاهلي وبيراميدز. طبعا احنا عارفين ان كل فريق منهم داخل فيه غيابات بالجملة، غيابات مؤثرة، غيابات لو موجودة في مراكزها في مكانها الماتش هيختلف، النتيجة هتختلف، كل حاجة هتختلف. المباراتين واقفين على المحك، المدربين واقفين على المحك، وبالذات يوريتشيتش اللي رصيده خلص خلاص مع اللعيبة ومع الإدارة. المباراة ديت حياته كلها بيراميدز متوقفة على المباراة دي، لا إما تفوز وتكمل، لا إما تتعادل وتخسر وتتكل على الله. واقف على حافة الخطر غير ريبيرو لسه في الستر شوية، ريبيرو لسه عنده رصيد او لسه بيبدأ يبني رصيد بينه وبين جمهور النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي. الراجل ده بينهي، بيكتب اخر سطور الاخيرة، بس حاطط ايده على قلبه، لازما يعمل معجزة علشان يكسب النادي الاهلي. الراجل عنده غيابات بالجملة، على راسهم محمد الشيبي، محمود مرعي اصابة قطع في الغضروف، ورمضان صبحي، ومصطفى فتحي. يعني عناصر بقوة 40-50% لنادي بيراميدز. وقبالهم الناحية التانية الأهلي عنده إصابات مهمة وإيقافات مهمة. يعني أنت عندك محمد هاني بره، عندك ياسر ابراهيم وياسين مرعي للاصابه بره، محمد شكري كذلك الامر. يعني خط الدفاع كله الاساسي بتاعك مش موجود معاك. طيب عندك مروان عطيه في نص الملعب، عندك امام عاشور اللي هنتكلم فيه بعد كده قدام، والاذن اللي طلبه من اداره النادي والرد عليه والكلام ده كلياته. عندك امام مش هيبقى متواجد في المباراه الجايه. عندك مين تاني من الغيابات؟ عندك تقريبا دول الغيابات اللي موجودة في النادي الأهلي، غيابات برضو مؤثرة بنسبة 40-50%. يعني أنت ممكن نشوف مين؟ لا، محمد هاني مش من ضمن الغيابات. محمد هاني هنشوفه في مباراة بكرة إن شاء الله. محمد هاني في الباك اليمين، أشرف داري وأحمد رمضان بيكهام في نص الملعب، في نص الدفاع. هنلاقي في الباك الشمال كريم فؤاد، وطبعا حراسة المرمى محمد الشناوي ما لا اختلاف عليه. نص الملعب بقى هنلاقي مين؟ هنلاقي اليو ديانج، محمد علي بن رمضان من ضمن القايمة اللي خارجة بره المباراة. محمد علي بن رمضان اصابته بتجدد تاني مع النادي الاهلي، اجهاد في العضلة بين الخلفية. طيب عندك اليو ديانج، عندك احمد رضا، عندك قفشه. الحيرة كلها بقى هنا مع النادي الاهلي في خط الهجوم. طب هينزل تريزيجيه في نص الملعب وما يستخدمش قفشه في بداية الماتش ويخليه بديل، وبن شرقي يخليه جناح شمال، وراس حربة يبدأ بجراديشار، وجناح يمين زيزو، ويبقى عندك حسين الشحات وطاهر محمد طاهر دول البدلة؟ ولا ينزل بطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ويخلي بن شرقي
وزيزو ينزلوا هم دول الورقه الرابحه مع النادي الاهلي. الراجل في حيره من امره الى وقتنا هذا. خسارته امام نادي بيراميدز هتكون هي بدايه رحلته مع النادي الاهلي. تقول لي ازاي بدايه رحلته؟ بدايه ان هو خلاص بيشطب وبيقفل وبيلم ورقه وهيتكل على الله وهيمشي. ممكن يكمل، الاداره هتدعمه، الاداره هتديله الثقه لحد مباراه الزمالك. لو فضلت النتائج زي ما هي سيئه في الدوري وصلت لحد مباراه الزمالك سواء كان في تعادل ولا خساره، يبقى دي هي نهايته مع النادي الاهلي. ساعتها بقى في اصوات كتيره قوي بتنادي في قلب النادي الاهلي بحسام البدري بشخصيته القويه هيقدر يتحكم في اوضه اللبس. عندك موسيماني في اصوات بتنادي عليه، بس ده بنسبه 100% مش هتلاقيه في النادي الاهلي، لان كابتن محمود الخطيب واخد على قرار اللي يمشي من الاهلي بطريقه وحشه ما يرجعوش تاني. وشايف ان موسيماني مشي بنفس طريقه فايلر، فموسيماني وفايلر طلعهم من اي حسابات للكابتن محمود الخطيب. طيب مين تاني؟ جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك الاسبق. جميل، هو جوزيه جوميز على راسهم، واللي يليه في القايمه من ضمن الترشيحات كابتن حسام البدري، واللي يليه كابتن عماد النحاس يكمل المرحله بنفسه. ولكن تفكير الكابتن محمود الخطيب وادارته لا غنى عن المدرب الاجنبي. وبالفعل بيتم دراسه اكتر من CV لاكتر من مدرب. الاهلي والكابتن محمود الخطيب اصدر قرار مهم، واللي هو لاداره السكاوتنج. اي لعيب هتشوفوه هيعجبكم عاوزين تعرضوه، انت الاول كنت بتعرضه على المدرب والمدرب وافق عليه بتعرضه عليا، اقول لك اي او لا. انا كل اللعيبه اللي انتوا جايبينهم انا مش شايفهم فيهم كويسين، فانا هجيب صفقات وادي لها فلوس وامشيها تاني سنه؟ لا، انت اي لاعب تشوفه كويس من وجهه نظرك كاداره اعرضه عليا انا والكابتن محمد يوسف، بعد كده يتعرض على المدرب. ومن هنا امام عاشور عمل اجتماع مع المدير الفني ومع الدكتور. انا عاوز العب ماتش بيراميدز، انا عاوز اشارك في ماتش بيراميدز من اجل انه يروح المنتخب، ان المنتخب شارط عشان اخد امام لازم انا اشوفه مشارك في مباراه بيراميدز. وده للاسف لو ما شاركش ممكن ما تلاقوش في المنتخب مع كابتن حسام البدري. فالراجل تم شفائه بنسبه 90% 95%. الدكتور مش عاوز يجازف بيه، فاقنع خوسيه ريبيرو ان ما يدفعش بامام عاشور في هذه المباراه. الراجل قال له انت هتفضل معايا اساسي ولكن بعد التوقف الدولي. دلوقتي صعب، انا عندي مباراه جايه اهم من مباراه بيراميدز. طب وانت هتكمل يا عم؟ يا عم سيبها لله، افرض هنكمل هحتاجك، ما كملناش برضه للي هيجي بعد مني. طيب نيجي بقى للملف الثاني، وهو عودة الكابتن سيد عبد الحفيظ للصورة داخل النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ عاوز يترشح على منصب رئيس النادي، ولكن هو مستني انه ياخد الاذن من الكابتن محمود الخطيب. لو الكابتن محمود الخطيب شايف ان هو من الكفء واللي هيقدر يدير المنظومه فيما بعده ويحقق النجاحات اللي الكابتن محمود الخطيب نفذها، هيقول له تعال اتفضل. ولكن المفاجاه هنا في بعض الاصوات بتنادي ان ما يترشحش قصاد الكابتن محمود الخطيب، بل بالعكس يترشح في القايمه مع الكابتن محمود الخطيب بدلا للكابتن حسام غالي. وده الامر اللي لسه ما تمش الرد عليه، والرد الوحيد اللي احنا سمعناه وعرفناه من الكابتن محمود الخطيب
كلمة واحدة قالها. هل الكابتن سيد عبد الحفيظ مستعد ان هو يتخلى عن الاعلام؟ هاتولي الاجابة ديت وساعتها هرد عليكم. نيجي يا باشا بقى الارض 6 اكتوبر. كان امبارح كان في اجتماع بمدير الشؤون القانونيه ورئيس النادي الزمالك الكابتن حسين لبيب مع وزير الاسكان، وقدموا له كل الورق اللي ما يثبت ان هم واخدين كل الصلاحيات، واخدين كل الموافقات بان هو هيبقى في سكني وفي انشائي وفي كومباوند. الكلام ده كلاته غير المدينة او الفرع بتاع نادي الزمالك. الجلسة جلسة ايجابية، على وشك انهاء الموضوع، على وشك وعلى اعتاب رجوع الارض لنادي الزمالك، زائد تخصيص ارض تانية لنادي الزمالك يتعمل عليها فرع تالت. يبقى الازمة التانية اللي هي حكام مباراة الاهلي وبيراميدز. الطاقم الاسباني، الطاقم كله بالكامل، الحكم، المساعد الاول، المساعد الثاني، الفار، مساعد الفار، كل ده اسباني. هو نفس الطاقم اللي حكم لمباراة الاهلي وبيراميدز الموسم اللي فات لما الاهلي فاز ب3-2، كان حاصل حالة جدلية ضربة الجزاء. الامر اللي هو مزعج بيراميدز، وبيراميدز بذكائها عشان تطلع من الموقف ده قالت انا مش هلعب الماتش غير بحكام مصريين تدعيما للتحكيم المصري. يعني مش هينفع تقول انا لو ما جبتلوش حكم مصري انا مش هكمل البطوله. لا، هي بيراميدز مش غبيه، لا هاتها بقى في تدعيم الحكم المصري. يلا انا مش لاعب الا بقى الا بالحكم المصري. ودي المشكله اللي الاتحاد دايما كل سنه لازما يعكر سطو ومزاج جماهير الكرة المصرية. قال لك طب ماشي، في اقاويل تانية قال لك مش جايبين حكام للفار، وفي كابتن احمد الغندور وفي حد كمان معاه مساعد له تقنية فار. يعني الاهلي دافع 80 مليون دولار او يورو وقبل الماتش ب 17 يوم علشان تروح تجيب له هو نفس طاقم التحكيم اللي عليه جدل تحكيمي عارم. طيب ده سؤال. السؤال التاني، انت تونس ولا المغرب لما تفكر تجيب طاقم تحكيم اجنبي؟ طاقم التحكيم الاجنبي كلته ما بيكلفش اكتر من 15 20 25 الف دولار كله على بعضه، حكم بمساعد بحكم فار. اشمعنى دول بيجوا ب 25 الف دولار ودول جايين ب 80 الف دولار؟ فلوس دي راحت فين؟ فلوس دي وضعها ايه؟ ولا هو ايه الدنيا؟ ما ده برضه سؤال عاوزين اجابه عليه. نيجي بقى لنادي الزمالك، وفي جلسه اتعملت ما بين فيريرا وما بين بنتايج واحمد فتوح. بنتايج شايف ان احمد فتوح غاب شهر ورجع ركب على مكانه وخد بقى اساسي، فده امر بقى مقلق بالنسبه له. فانا لا، انت شوفوا لي حل. راجل غلط وراجل اتعاقب وقعد شهر ما يلعبش، ولما رجع مكاني. فيريرا قال لك بصوا يا سيدي، الجاهز منكم هبدا بيه. قال له طب لو احنا الاثنين جاهزين؟ قال له انتوا بتعقدوها لي ليه؟ انتوا بتعقدوها لي ليه؟ الجاهز منكم هبدا فيه، او هقول لكم على حاجه احلى، هدورها بينكم، انت شويه وهو شويه، مفيش حد منكم هياخد ال90 دقيقه، وانت شوط وهو شوط. ده الامر اللي هدى المشكله اللي ما بينهم، او المشكله اللي لسه هتبدا بينهم. عندك برضو مع نادي الزمالك احمد ربيع هيغيب عن مباراه وادي دجله مع الزمالك بسبب الاصابه، وغياب دونجا في نص الملعب مع نادي الزمالك بسبب الانذار او الايقاف.
إدارة نادي الزمالك كانت فاكرة إن مستشار مرتضى منصور هو اللي قدم البلاغ ضد إدارة الزمالك عند النائب العام. فقال لك بس بقى إحنا نسكت، لازم ناخد حقنا. إيه هو يا باشا حقك؟ الراجل ده أذاني وعاوز يطلعني وحش قدام الجمهور، لا أنا مش هسيبه. بلاغ من مجلس إدارة نادي الزمالك في المستشار مرتضى منصور، واللي اتضح في الأمر كله إن هو الراجل لا قدم بلاغ ولا عمل اي حاجه، بس اداره نادي الزمالك الشيطان لعب في دماغها ولبست. وهننهي الحلقه مع بعض النهارده مع الفيفا. الفيفا قالوا ازيك يا بيراميدز؟ تمام يا فيفا، انا طالبه منك 100 مليون جنيه، طالبه منك 2 مليون دولار. ليه؟ نظير صفقه رمضان صبحي 2020 لما اخر قسط انتوا ما دفعتهوش 100 مليون جنيه، واحنا عاوزينهم للنادي اسمه فيلد، اسمه هيدرس فيلد الانجليزي. 100 مليون جنيه من 5 سنين رقم كبير، و5 سنين كتير. طب ليه انت سكت على الوقت ده كلاته؟ ليه ما طالبتش في الوقت ده كلاته في اخر قسط في البتاع؟ الامر اللي مخلي اداره نادي بيراميدز مش متقبله الموضوع. يعني انا هدفع 100 مليون جنيه او هدفع 2 مليون دولار في صفقه من 5 سنين؟ ليه يعني؟ انا كنت اقول انا اجيب بقى صفقه ولا 2 هنا لتدعيم الفريق بتاعنا، لان انتوا شايفين بيراميدز مش افضل حاجه. لعب 4 مباريات في الدوري لحد وقتنا هذا، كسب ماتش، خسر ماتش، وتعادل ماتشين، يعني معاه 5 نقط. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي فضلا وليس امرا. اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناه اشترك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.